السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. ازاي ان انا اسس مشروع تربية الحمام؟ ازاي ان انا اختار زغلول قوي ان انا اربيه؟ مش اي زغاليل يا جماعة بتتربى. يا جماعة الخير، يعني انا اتكلمت كتير في المواضيع ديت. في ناس موضوع مشروع تربية الحمام بيفشل معاها بسبب ان هي بتختار سلالات ضعيفة للتربية. الحمام يا جماعة بيكون فيه سلالات، يعني الحمام البلدي فيه منه كذا سلالة، فانا بختار منه السلالة القوية المنتجة اللي انا بربيها. وبعرفها ازاي؟ بعرفها من الزغاليل. في ناس بيعجبها شكل الزغاليل فبتربيها، وده ما هو الصح. في ناس بيعجبها حجم الزغلول القوي اللي طالع من هو وهو صغير، زغلول شامم نفس وزغلول حلو، ده الزغاليل ديت اللي تتربى. عايزك تركز معايا في الفيديو ده كويس. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكرك باللايك ده فضلا منك وليس امر، وركز معايا. اهم من اللايك ومن كل شيء تركز معايا في الفيديو ده كويس. طيب، اول حاجه يا جماعه، لو انا عاوز اعمل مشروع قوي وعاوز اعمل تربيه حمام وان انا اكسب منه او انا اسوق منه، الكلام ده يا جماعه لمربين الحمام الشعبي او الحمام البلدي بصفه خاصه. تمام كده؟ طيب، انا عايز اسس الغيه عندي واختار زغاليل ان انا اربيها. اول حاجه الزغلول اللي طالع من تحت الاهالي، ما مرضش، ما جالوش مرض الكنكر، ما جالوش سالمونيلا، ما جالوش اسهال، الزغاليل اللي هي ما جالهاش برد، دي اللي تتربى. لو في زغلول جاله حاجه من الحاجات ديت، بلاش ان انت تعالجه وتذبح الزغلول ده. ليه؟ لان اي زغلول بتضيم ضد حي وهو صغير، الزغاليل ده يا جماعه مناعتها بتضعف بعد كده ومهيئه للامراض. وعايز برضه اقول لك، بلاش ان انت تشتري زغاليل من السوق تربيها، وبلاش ان انت تشتري زغاليل مجهوله المصدر وتربيها. هقول لك ليه. في يا جماعه زغاليل الناس بتديك زغاليل بتبقى اكل علف وكسر عيش، وطبعا الحاجات دي بتعمل دهون للزغاليل، والحمام بيكبر معاك يعدي 6 شهور و7 شهور و8 شهور والحمام ده ما بطش. طب لما بطش ليه؟ ما هو اصلا اتاسس على العلف واتاسس على العيش، فبالتالي يا جماعه المعده بتاعته في بقى في دهون في عن قدر البيض، فبالتالي مش هتلاقي فيه انتاج. تمام كده؟ طيب، يبقى انا هنا عشان اربي زغاليل يبقى اربي حاجات تكون يعني معتمده عندي، يكون الزغاليل ديت صحتها كويسه وما مرضتش وزاره. طيب، الاختيار الثاني اللي انا هختار عليه الزغاليل دي للتربيه، انا مثلا عندي وليكن 10 تجواز حمام. تمام كده؟ في منهم 3 4 تجواز منتجين وما شاء الله تعالى انتاجهم كويس. اخد عيالهم وانا اربي منهم، اخد عيال دولت واربي منهم. تمام كده؟ لو انا خدت عيال دولت وربيت منهم، الزغاليل بتاعتهم يا جماعه هتطلع نفسهم، الزغاليل بتاعتهم هتطلع نفس الاهالي. تمام كده؟ فبالتالي يبقى انا كده عملت مشروع قوي واسست المشروع عندي. تمام كده؟ طيب، الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، عشان في اختيار الزغاليل ما اختارش الزغلول حسب اللون. في ناس بيعجبها الشكل، في ناس بيعجبها حمامه دي شكلها كويس، وده طبعا ما هو السليم. اللي انا بختار عليه، اختار ان الزغلول يكون حجمه كويس. وعايز اقول لك على حاجه وغلطه بيقع فيها مربين، ونصيحه محدش هيقولها لك: بلاش تربي الحمام الصافي البلدي. الصافي يعني ايه الصافي؟ البلدي اللي هو البيور الاصلي. حاول تربي سلالات هجين. يعني ايه؟ اجيب لحم فرنساوي مع بلدي هجيب لي زغاليل انتاجها كويس. اجيب مثلا زاجل مع كريزلي هجيب لي زغاليل انتاجها كويس. لحم مع كريزلي. الخلطه دي يا جماعه لو خدت انا قرى رومي جوزتها مع البلدي هجيب لك زغاليل احجام كبيره، وبالتالي هتلاقي عندك ان مشروع تربيه الحمام بيكون عائد. لان احنا الحمام البلدي يا جماعه بيبقى اصلا يعني موجود للذبح، يعني موجود للتسويق، موجود ان احنا كمصدر بروتين. فهنا الغرض منه اللحم، فانا مش هروح اجيب حمام بلدي عشان زينه ونوع، لا. الحمام البلدي هو اصلا معروف ان هو كمصدر للبروتين ومصدر للحم، لان هو طعمه شهي جدا. فاحنا هنا لازم يكون الحمام طبعا حجمه كويس عشان ان احنا ايه، عشان ان احنا نربيه، فلازم نختار السلاله القويه النقيه. طيب، الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، وفي حاجه في منتهى الاهميه، هو بالنسبه للحنيه بتاعه الحمام. يعني يا جماعه في حمام كده لما بتدخل عنده بيحس ان الحمام ده ياكلك، تحس ان الحمام ده يعني ناقص ان هو مش عارف يقول لك طلع مسدس وضربك بالنار. يعني حمام قوي ما شاء الله بيبقى مش عايز يسيب الزغاليل، وتلاقيه بيتخانق معاك مش عايز يسيب الزغاليل بتاعته. ده حمام حنين، لو في فار، لو في عرسه، لو في اي حاجه، مستحيل ان هو يسيب الزغاليل بتاعته.
ولو في فار مستحيل ان هو يسيب البيض، لان في حمام كتير بيهجروا البيض. بسبب ايه؟ بسبب ان هو حمام جبان. فهنا يا جماعه لما بختار الحمام يا جماعه بختاره على الاسس ديت، بختار السلاله اللي هي تكون حنينه. بتعرفها ازاي؟ انت خش عند الحمام كده هتلاقيه مستحيل يسيب العش بتاعه. في حمام طبعا اول ما بتشوفه بيجري وبيسيب العش، بس هل ان الحمام ده مش حنين؟ لا، الحمام ده كويس ولكن مش بحنيه الحمام التاني. ويفضل ان انا اربي الحمام اللي هو ايه، اللي هو ما بيسيبش العش بتاعه. طبعا في ناس كتير جدا بتقول انا ما بروح جنب العش بلاقي الحمام هجر العش وساب العش وجرى، فده يا جماعه بيكون بسبب ان الحمام ده مش حنين. تمام كده؟ طيب يبقى هنا اختار الحمامه ديت اللي انا هربيها. لو عندك مثلا مجموعه اختار منها السلالات ديت. وعلى فكره يعني كل سنه عايزك تجدد الدم. يعني ايه تجدد الدم؟ يعني انت عندك 20 جوز، طلع 5 وهات 5 جداد. لو انت العدد عندك كله 20 جوز طلع 5 وهات 5 جداد. يعني ايه؟ 5 عجزهم خلاص بمشيهم اذبحهم اتصرف فيهم، واحط 5 جدد الدم، احط 5 جداد. اعمل كده خلوهم 25 يعني. ولكن دايما يكون عندك حمام جديد، يكون كل سنه مربي لك 5 اجواز جداد. عشان ايه؟ دول هم اللي هيشيلوا الغيه عندك بعد كده، عشان ما يبقاش عندك حمام كله معجز مره واحده. ومهم جدا وخلي بالك في النقطه دي كويس. تعالى بقى اقول لك على معلومه، الناس اللي بتوصل معايا لنهايه الفيديو هي ديت الناس اللي بتستفيد. عاوز اعرف جنس الزغلول اللي انا بربيه كان ولد ولا اذا كان بنت. هقوله لك من البيضه وبنسبة 90%. وعلى فكرة اخواتنا في الخليج في كان اردنيين او سعوديين او الناس اللي هي بتربي من بره مصر بتتفرج علينا دلوقتي عارفين اللي انا بقوله ده كويس. دول يا جماعة في ناس بتنشي الحمام فبياخدوا البيضة الاولى بنسبة 90% بتكون هي الذكر. بنسبة 90% البيضة الأولى اللي بضعها الحمام بتكون هي الذكر، فبياخدوا البيضة الأولى. طبعا هم في ناس عشان بتنش، بس الجماعة بتوع الأردن بالتحديد معظمهم بينشهم، فبياخدوا البيضة الأولى بيحضنوها، وساعات في ناس بترمي البيضة التانية لأن في نسبة 90% بتكون هي النتاية برضه. تمام كده؟ طيب معنى كده ان ممكن العشوش كلها تكون ذكر وانتايه؟ لا، في عشوش بيكون ذكرين وفي عشوش بيكون نتايتين. وطبعا ولكن في الغالب بيكون العشوش بنسبة كبيرة جدا بتكون ذكر وانتايه، والبيضة الاولى بتكون هي الذكر. البيضة الاولى بتكون هي الذكر والبيضة الثانية بتكون هي النتاية. ممكن تعلمها بقلم وتكون عارف جنس الزغلول اللي طالع لك اذا كان ذكر ولا اذا كان نتاية من البيضة. بتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون اقدم لكم معلومه ان شاء الله تعالى اوعدكم فضاء قويه جدا. المراحل القادمه اشوف الشكر على خير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.